انا كنت زيك كده برضو والله مش بحب الكوسة. بس اوعدك بعد الفيديو ده لو انت مش بتحب الكوسة، الكوسة بالنسبة لك بالطريقة ديت هتبقى ادمان. لان طعمها بصراحة يستحق التجربة، طعمها حلو جدا. مهما اقولك ان طعمها حلو ولذيذ مش هتصدقي غير لما تجربي بنفسك وتدوقيها. طعمها تحفة بجد. لازم تجربوها. اعملي حفظ للفيديو عشان انا متأكدة ان انت لما تجربيها هترجعي له تاني. في البداية كده بجيب حبتين من الكوسة وبغسلها وبقطعها حلقات بالشكل ده كده. وببدأ ان انت تقدري، على فكرة ليها كذا طريقة. تقدري ان انت تقليها في الزيت زي ما انا هقلي كده النهاردة، وتقدري ان انت تسلقيها، وتقدري ان انت تحطيها في الفرن او في الاير فراير، يعني مقلية او مشوية او مسلوقة. بس بصراحة كل حاجة بتديكي طعم مختلف عن التانية. يعني المشوية بتاخد كده طعم الشوي، بتبقى حلوة جدا. والمسلوقة ما بتبقاش يعني زي المحمرة او المشوية. اول ما ببدأ ان هي كده بغطي عليها، وباول ما بتبدأ ان هي في السوا كده وتحمر معايا بالشكل ده، بنزل بكام فص من الثوم وقرن فلفل احمر. وبسيبهم كده يتحمروا ويكملوا سوا برضو مع بعض. ولما بيتحمروا بشتلهم من الزيت وبصفيهم كويس جدا بالشكل ده كده. بتأكد ان الثوم استوى والفلفل وكمان الكوسة بتاعتي. ابدأ بقى كده في الكبة، بنزل بقى بكل الكلام الحلو ده على بعضه كده، وبحط بقى ملح وكمون وعصير ليمون وشوية كده من الخل وشوية من الطحينة. عايزة اقول لكم متبل الكوسة ده طلع تحفة جدا. احلى 100 مرة من متبل البتنجان. يعني لو جربتيها مش هتعملي متبل البتنجان تاني، هتعملي الكوسة على طول يا جماعة. طلع طعمها تحفة بجد، لازم تجربوها. والله مهما اقول لكم قد ايه طعمها حلو ولذيذ مش هتصدقوا غير لما تجربوا. قولوا لي بقى الاكلة دي من اي بلد، لان ناس كتير بتقول ان هي سودانية.